وسط القصر الملكي كان الحسن الثاني مقسم الاشخاص لجماعات، وما كانت حتى شي جماعه كتعرف شي حاجه على الاخرى. على سبيل المثال ما يمكنش للخدم يتعرفوا على الوزراء اللي كيزوروا الملك وسط القصر. الحسن الثاني كانت عنده حاشيه خاصه فيها مؤنسين ومنكوتون، وهما اصحاب النكت، الكوميديين والمغنيين. هادو كانوا كيرافقوه حتى كينعس، وكان مسموح لهم يشوفوا الحشم داخل القصر الملكي، ماشي بحال السياسيين اللي كان ممنوع عليهم الامر. ومن الامور المضحكه اللي تحكات سابقا ان بعض السياسيين وزوار القصر كانوا كيجيبوا معاهم تعويذات من عند السحرة والمشعوذين، وكانوا كيدخلوها معاهم من القصر وكيجلسوا بجوار الحسن الثاني. هادشي كامل غا باش ينالوا الرضا والمحبه ديالو. حاجه ثالثه واللي تقالت ولكن ما لقيت عليها حتى شي دليل، انه كانوا عبيد سود داخل القصر الملكي زمن الحسن الثاني، وكانوا عندهم طبقات وتسميات خاصه بحال المشاوريه والمزارك وعبيدات العافيه. ومن اشهر الفروق اللي ذكرات كنلقاو خدام الحريم اللي كانوا مخصيين، وكان دورهم خدمه الحريم داخل القصر، ولكن ما كايناش مصادر كثيره كتدوي على الامر. وتقال كذلك انه في عهد محمد السادس تم الغاء كل هذه المظاهر، وتم تسريح العشرات من العاملات والعمال داخل القصر، وتم الاحتفاظ فقط باصحاب الادوار الرئيسيه بحال الحراس.